حكايتنا بتبدأ بأسطورة في بلاد الأغاريق القديمة، وبتحكي لنا عن سكان الأوليمب والأبطال الخارقين. وفي الوقت ده كان في وحوش كتير وعمالقة بتدمر الأرض. فجه عملاق اسمه زيوس وقدر بقوته إنه يحبس كل الوحوش. وبعد فترة ربنا رزق زيوس بولد جميل جدا، وكان هديته لابنه حصان صغير وكان اسمه فيجاسوس. وبدأ الطفل ده إنه يلعب مع الحصان فيجاسوس، وزيوس سمى ابنه هرقل. وفي وسط الفرحة دي بيظهر أودين أخو زيوس وحاكم وادي الأموات، وطول عمره طمعان في عرش زيوس. وأودين بيهني زيوس على المولود الجديد، فالملك بيطلب منه إنه يقعد يحتفل معاهم. بس أودين رفض واتحجج إنه عنده شغل كتير، ومشي ومحدش عارف هو ناوي على إيه. وبعدها بنشوف الخدامين بتوع أودين وبيكون اسمهم وجع وهلع، وبنشوف كمان العرافات اللي بيموتوا الناس بمجرد ما بيقطعوا الحبل بتاع حياتهم. وأودين بيروح للعرافات وبيسألهم هل هرقل هياخد العرش منه في المستقبل. فالعرافات قالوا له إن في يوم من الأيام هتخرج تاني العمالقة على الأرض وتدمر كل حاجة فيها، وزيوس هيحاربهم بكل قوته. بس لو حاربهم لوحده العمالقة هيغلبوه لا محالة، إنما لو هرقل حارب مع أبوه زيوس هيقدروا يغلبوا العمالقة بكل سهولة. وساعتها أودين بيتجنن وبيقرر يموت هرقل. بس العرافات قالوا له إنه علشان يدمر هرقل لازم يحوله البشر في الأول ويخليه يفقد قوة جبل الأوليمب. وساعتها العرافات عملوا لأودين مشروب سحري يخليه بشر عادي، بس الشرط الأساسي إنه يشرب الإزازة كلها وما يقعش منها ولا نقطة. وبالليل هرقل كان نايم مع الحصان بتاعه، وساعتها بيتسلل أتباع أودين وبيخطفوا هرقل. والملك ومراته صحيوا على صوت تخبيط وجريوا على طول على الأوضة، بس ما لقوش هرقل. وأتباع أودين خدوا الطفل وبدأوا يشربوه من الإزازة، بس لحسن الحظ الإزازة بتقع وبيكون فيها آخر نقطة. وبكده هرقل ما شربش الإزازة لآخر نقطة، وقوة جبل الأوليمب لسه فيه. وفجأة وجع وهلع بيسمعوا صوت ناس جايين عليهم، فبيجروا بسرعة وبيسيبوا الطفل على الأرض. والصوت ده كان راجل ومراته طيبين جدا، ولقوا هرقل على الأرض بيعيط، ولأنهم ما كانوش بيخلفوا قرروا ياخدوه معاهم ويربوه كمان. وفي الوقت ده أتباع أودين اتحولوا لتعابين وراحوا علشان يخلصوا على هرقل. بس المفاجأة إن هرقل مسك التعابين بإيده وضربهم ورماهم لبعيد. وفي الوقت ده عرفوا أتباع أودين إن الولد لسه بقوته، وساعتها أتباع أودين بيخافوا جدا يقولوا لسيدهم على اللي حصل، وقرروا كمان يخبوا عليه ويفهموه إن الخطة نجحت. والملك زيوس لما عرف باللي حصل افتكر برضه إن ابنه بقى إنسان وما بقاش ينفع يعيش معاهم في الأوليمب، فكان حزين جدا باللي حصل لابنه. وعدت السنين وهرقل كبر وبقى شاب قوي جدا، بس قوته كانت غشيمة جدا. ومن كتر قوته كان هو اللي بيجر العربية والحمار كان بيركبه على العربية، وهو ماشي كان بيخبط في كل حاجة وبيبهدل الدنيا. وبعدها هرقل بيشوف راجل شايل فازة وبتكون تقيلة عليه جدا، فراح يساعده بسرعة، بس الراجل رفض علشان عارف إن هرقل ممكن يكسر له كل حاجة. ولما خرج لقى أولاد بيلعبوا فحاول يلعب معاهم، بس برضه الأولاد خافوا منه وجريوا بعيد. فقعد هرقل جنب البير زعلان إن الناس خايفة منه، وساعتها لمح طبق طاير فطلع يجري علشان يمسكه، بس لسوء الحظ بيخبط في العمود، فالعمود بيقع على العمود اللي جنبه وبتتدمر الساحة كلها. ووقتها الناس انقلبت عليه وطردته من البلد، وكمان قالوا عليه ده مسخ. فساعتها الراجل ومراته اللي ربوه قرروا يعترفوا له بالحقيقة، وقالوا له انت مش ابننا، وادوا له السلسلة اللي كانت في رقبته وهو صغير. ومشي هرقل علشان يدور على أهله، ووصل لتمثال زيوس الضخم ولاحظ إن العلامة اللي معاه هي نفس العلامة اللي على التمثال. وفضل يتكلم مع التمثال ويشتكيله، وفجأة التمثال دبت فيه الروح ورد عليه فعلا. وهرقل خاف وجري، بس التمثال مسكه وقال له ما تخافش أنا أبوك الحقيقي. هرقل استغرب وقال له انتوا ليه سبتوني على الأرض كل المدة دي؟ فزيوس قال له عمك أودين هو اللي خطفك وحولك لإنسان، وإحنا في الأوليمب ما بيعيش معانا غير الأبطال الحقيقيين. فهرقل سأله طب إزاي أرجع بطل حقيقي وأرجع جبل الأوليمب مرة تانية؟ فزيوس قال له لازم تروح تدور على مدرب الأبطال اللي اسمه فيلوكتيتوس. وبعدها زيوس صفر فجه الحصان الطائر اللي اسمه فيجاسوس،
وبدأ يلعب مع هرقل، وهرقل عرف الحصان وطار بيه يدور على المدرب بتاعه. وبعدها الحصان بيوصل هرقل لمكان غريب جدا، ولقى هناك معزة محشورة في الشجرة، ولما شدها اكتشف انه كائن نصه معزة ونصه انسان. وهرقل سأله عن مدرب الأبطال، فطلع هو نفسه المدرب اللي اسمه فلكتيتوس. وهرقل طلب منه انه يدربه، بس فيلوكتيتوس رفض وقال له أنا اعتزلت من زمان. ولما لقى هرقل مصر خده معاه لبيته وفرجه على صور الأبطال اللي دربهم زمان، وقال له إنه محدش فيهم كمل الطريق لآخره. فهرقل حاول يثبت له قوته وشال حجر ضخم جدا، بس المدرب برضه رفض. وأول ما هرقل بيقول للمدرب أنا ابن زيوس بيقعد يتريق عليه، لحد ما زيوس بعت له صاعقة كهربائية من السماء. والمدرب هنا اقتنع فعلا إنه ابن زيوس وبدأ يدربه. وبدأت رحلة تدريب شاقة جدا، وبتعدي السنين وفلوكتيتوس بيدرب هرقل يوم ورا يوم لحد ما بقى قوي جدا. وفي يوم هرقل طلب من المدرب إنه يمشوا من الجزيرة علشان يحارب الأشرار. فالمدرب وافق وقال له هنروح مدينة طيبة، لأنها مليانة مصايب ومليانة كمان أشرار. وهم مسافرين لمدينة طيبة بيسمعوا صوت بنت بتستغيث بحد ينقذها، وفعلا بينطلق هرقل علشان يروح ينقذ البنت دي. وأول ما بيوصل بيشوف وحش ضخم نصه بني آدم ونصه حصان. وأول ما بيوصل هرقل عنده الوحش ده بيضربه ضربة قوية جدا، بس هرقل رجع تاني وقدر يضربه نفس الضربة، وراح شال البنت الجميلة من المية وحطها على جنب علشان يكمل المعركة مع الوحش ده. والمدرب قال له لازم تركز في المعركة وما تسرحش في أي عيون جميلة. بس هرقل كان سرحان في جمال البنت دي جدا، والبنت دي عرفته بنفسها وقالت له إن اسمها ماج. وبعدها طلب يوصلها بس هي رفضت ومشيت لوحدها. ولكن الصدمة إن ماجي طلعت شغالة مع أودين، وكمان هو مجندها لحسابه ومشغلها مع الأشرار دول. وراحت ماجي قالت لأودين إنها شافت هرقل وهو اللي ضرب الوحش وقدر يخلص عليه. فأودين أول ما بيسمع الاسم بيتجنن وبيبص للخدام بتوعه اللي هم وجع وهلع، وعرف كمان إنهم كدبوا عليه وسابوا الولد عايش. وبنرجع تاني لهرقل اللي دخل مدينة طيبة علشان يثبت قوته، بس لقاها بلد غريبة ومليانة مشاكل. ووقف في وسط الناس وقال لهم أنا البطل اللي هينقذكم. فالناس ضحكوا عليه وافتكروه مجنون. وهرقل كان يائس جدا في الوقت ده وقعد على جنب. وفجأة ظهرت ماجي وهي بتستغيث وبتقول إن في أطفال محبوسين. فجري هرقل معاها على الحصان للمكان ده، ولقوا فعلا طفلين محبوسين تحت صخرة عملاقة وعمالين يصرخوا. وأهل المدينة كلهم جم علشان يتفرجوا. وهرقل بكل سهولة شال الصخرة وحرر الأطفال، والناس بدأت تفرح بيه وبقوته. ولكن الأطفال دول فجأة تحولوا لوجع وهلع، وساعتها بنعرف إن كل اللي بيحصل ده فخ من أودن. وساعتها الأرض بتنشق وبيطلع منها وحش مرعب. وهرقل راح علشان يحارب الوحش ده، ولكن الوحش بلعه. بس هرقل قطع رقبته من جوه وموته، والناس سقفت له وانبهرت باللي هرقل عمله. وأودين كان بيتفرج وكان متغاظ جدا. وقبل ما هرقل يفرح الوحش بيصحى تاني، ومكان الراس اللي قطعها طلع له مكانها 3 رؤوس. والحصان فيجاسوس جاله علشان يساعده، وبيبدأ يشيل هرقل ويطير بيه. وساعتها هرقل بيبدأ يقطع في الروس بكل سهولة، بس كل ما بيقطع راس بيطلع مكانها 10. فساعتها هرقل جات له فكرة ذكية جدا، وضرب الصخور المحيطة بالوحوش فنزلت عليهم كلهم وموتتهم تحتها. وبعد المعركة دي هرقل بقى أشهر بطل في العالم، والناس كلها كانت بتحب هرقل. وأودين كان شايف إن قوة هرقل بقت مرعبة، وطلب من ماجي إنها تساعده وتوقعه، ووعدها إنها لو عملت كده هيديها حريتها. ومن الناحية التانية هرقل بيرجع لتمثال زيوس وقال له أنا بقيت بطل، وأظن كده خلاص أنا هرجع جبل الأوليمب. بس زيوس قال له لسه شوية، القوة الجسمانية مش كل حاجة. هرقل ساعتها اتضايق جدا وما بقاش عارف يعمل ايه تاني. وفي الوقت ده جات له ماجي وحاولت تخليه يعترف بنقطة ضعفه، بس هرقل قال لها انه ما عندوش اي نقطة ضعف. والمشكلة ان ماجي كانت بدأت تحبه بجد وما بقتش عايزة تأذيه، وهي قاعدة لوحدها بتعترف بحبها ليه. وبيظهر بعدها أودين وبيسألها عن نقطة ضعف هرقل، فقالت له أنا مش هكمل في الخطة السخيفة دي، شوف حد غيري. فأودين هددها وقال لها ما تنسيش انت لسه ملكي. وساعتها المدرب فيلوكتيتوس بيشوف ماج وهي واقفة مع أودين،
وبينصدم لما بيعرف إنها خاينة وشغالة مع أودين، وساعتها بيجري بسرعة علشان يحذر هرقل منها. بس هرقل كان بيتمرن وما كانش عايز يسمع له خالص. وفي نفس الوقت ده ظهرت حصانة جميلة جدا شدت حصان هرقل اللي هو فيجاسوس، وأول ما مشي وراها اتحولوا لوجع وهلع، ومسكوا فيجاسوس وحبسوه جوه المدرج. والمدرب راح لهرقل مرة تانية وقال له إن ماجي بتضحك عليك وهي شغالة مع أودين. بس هرقل ما بيصدقوش وبيزق المدرب وبيقول له يمشي. وساعتها بيظهر أودين لهرقل بنفسه، وبيكون جايب معاه ماج مربوطة وبيهدده إنه هيموتها. وطلب من هرقل صفقة تنازل عن قوته لمدة يوم واحد، ولو وافق على الصفقة دي مش هيموت له ماج وهيسلمها له كمان. وهرقل ساعتها وافق علشان بيحبها وسلم على أودين واتنازل عن كل قوته. وبعدها بنشوف هرقل وهو ضعيف جدا ومش قادر يقف على رجله. وهنا أودين صدمه وقال له على فكرة ماج كانت شغالة معايا وبتضحك عليك. فهرقل اتصدم وقلبه اتكسر من ماج جدا. وفي نفس الوقت ده جه اليوم اللي العمالقة هتتحرر فيه زي ما العرافات قالوا زمان، وبدأوا فعلا يدمروا في الأرض. وأودين أمرهم يروحوا يقتحموا جبل الأوليمب. وأول ما زيوس بيعرف بيعلن الحرب عليهم. بس العمالقة كانوا كتار جدا وقدروا يكتفوه. وهرقل كان على الأرض وبيحاول يدافع ويحارب العمالقة، بس للأسف كان ضعيف جدا ومن غير قوته مش هيقدر يعمل أي حاجة. ماج راحت للمدرب وأقنعته يرجع تاني يساعد هرقل ويشجعه، لأن هرقل محتاجه جدا في الوقت ده. والمدرب وماج وصلوا لهرقل وبدأوا يشجعوه. وهرقل بذكائه قدر يغلب العملاق رغم ضعف جسمه. لكن بعد ما خلص عليه كان في عمود ضخم هيقع على هرقل، وفجأة ماجي جريت عليه وزقته والعمود وقع عليها هي. فهرقل جري عليها بسرعة علشان ينقذها. ولما حاول يشيل العمود التقيل المعجزة حصلت، لأن حبه للتضحية ورغبته في إنقاذها رجعت له قوته تاني. ولأن البطل الحقيقي مش بقوة عضلاته بل بقوة قلبه قدر يشيل العمود وأنقذ ماج. وركب الحصان بتاعه وطار بسرعة على جبل الأوليمب. ووصل هرقل في الوقت المناسب، وقدر كمان يغلب كل الأشرار وطرد أودين. بس أودين في نفس الوقت كان أمر العرافات إنهم يقطعوا حبل حياة ماجي. وفعلا ماجي بتموت وهرقل بيرجع وبيكون حزين جدا. فجري بسرعة على عالم الأموات علشان ينقذ ماجي. وواجه أودين وقال له رجع لي ماج حالا. فأودين قال له لو عايز روحها اغطس في بحر الأموات وطلعها بنفسك، وهو عارف إن أي حد بيلمس البحر ده بيموت فورا. ولكن هرقل ما بيفكرش كتير وبينط على طول في بحر الأموات. وبدأ جسمه فعلا يعجز وكان هيموت. وأودين أمر العرافات إنهم يقطعوا حبل حياته. بس العرافات جم يقطعوا الحبل لقوه بقى حبل ذهبي وقوي جدا، لأن هرقل بالتضحية اللي هو قدمها بقى بطل حقيقي. وأخيرا هرقل وصل لروح ماجي وخرج بيها من بحر الأموات. وأودين انصدم وخاف وقعد يترجاه إنه يسامحه. بس هرقل ضربه ضربة قوية جدا ووقعه ببحر الأموات علشان يغرق فيه. وبفضل تضحية هرقل ماج رجعت للحياة مرة تانية. وفجأة السحابة نزلت وخدت هرقل العرش زيوس في الأوليمب. وكل الأبطال كانوا بيرحبوا بيه كبطل عظيم. وزيوس قال له أهلا بيك في بيتك يا ابني، تقدر تعيش معانا هنا على طول. ولكن ماجي كانت واقفة بعيد وزعلانة جدا. وساعتها بتكون هتودعه لأن البشر العاديين ما ينفعش يعيشوا في الأوليمب. فساعتها هرقل بيبص لأبوه وأمه وبيقول لهم أنا طول عمري بتمنى أعيش هنا، بس مكاني الحقيقي مش هيبقى كامل من غير ماجي. أنا هختار أعيش كبشري على الأرض معاهم. فزيوس بيبتسم وبيوافق على قرار هرقل. وبينزل هرقل للأرض وبيحضن ماجي وبيعيشوا مع بعض حياة سعيدة جدا. ولو وصلت لغاية هنا ما تنساش تعمل لنا لايك سبسكرايب للقناة، وما تنساش تقول لنا في كومنت تحب الفيلم الجاي يكون ايه. سلام.